بسم الله الرحمن الرحيم. أسى تعلق بي واحتل وجداني وأذرف العين من دمع كهتان لكم شجاع. رغم كل المحن والظروف التي تعصف بالمسلمين هنا وهناك، نرى البعض يسعى لخرق الوحدة الإسلامية، بل يتفنن في الاستفزاز الطائفي البغيض. كم هو محزن ألا يفرغ بعضنا من هجومه اللاذع على صحابة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم باسم عرض الحقائق وقراءة التاريخ. كم هو مؤلم أن تشوه الحقائق ويزيف التاريخ ويطعن في ثوابت الأمة وينال من عظمائها. يا فلان، لماذا؟ ولمصلحة من؟ إنه تعلمون كما في الروايات حينما الإمام المهدي صلوات الله عليه سيظهر، حينما يظهر فإنه أول ما سيقوم به هو إخراج أبو بكر وعمر من قبريهما وصلبهما وإحراقهما على الشجر في المدينة أمام ملايين من المشاهدين. ولكن في الواقع اللي يقول لا، أنا ما يهمني ينتقم من أبو بكر وعمر، خصوصا في هذا الزمان، يقول لك تقية ما تقية، كله باطل، كله كذب في كذب، لا تقية في هذا الزمان. ما هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم إن شر البلاء أن يسكت العاقل ويتبجح الجاهل، لكن القبة الصماء لا ترجع غير الصدى، فإلى القباب غير الجوفاء أهدي كلماتي. ولكن أبو بكر وعمر لعنة الله عليه داسا كرامة أهل البيت. يا مشوه تراث آل البيت، يا عدو وحدة المسلمين، لماذا تثير الفتن والبلبلة بين الناس؟ كيف تجرأت على الطعن في أناس اختارهم الله ليكونوا جلساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم؟ لماذا تمجدون قتلة أهل البيت؟ لماذا تترحمون عليهم؟ لماذا تترضون عليهم؟ اسمع. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنهم أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم لرسول الله. سلوا بلاد فارس والشام ومصر وبلاد الرافدين وبلاد أفريقيا، من فتحها؟ سلوا التاريخ. من أسقط عرش كسرى وأزال ملك قيصر؟ من فتح البلاد؟ من حرر العباد؟ من كسر الأصنام؟ إنهم الصحابة. من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء. أبو بكر بن أبي قحافة، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن عوف، لعنة الله عليهم جميعا. اسمع. نحن نعلم أن هذين الملعونين استطاعا أن يقوما بجريمة لم تماثلها جريمة أخرى في التاريخ الإنساني كله، وتتمثل هذه الجريمة في تحريف آخر الأديان. فأين العقلاء عن هذا الهراء؟ أين الدعاة والعلماء؟ بل أين المجامع الفقهية والحوزات العلمية؟ أين دعاة التقريب؟ حملات التقريب وما تقريب من هالحكي البطالي ليوقفوا هذه المهزلة. سلم من لسانك اليهود الغاصبون والنصارى الحاقدون، لكن لم يسلم من لسانك صحابة نبيك وخلفاء رسولك. عجبا، إنهم عظماؤنا آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، لا يرضى مسلم أبدا على وجه الخليقة أن يطعن فيهم أحد كائنا من كان. محمد رسول الله
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لعنة الله عليهم جميعا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 300 نفر من الأوغاد سيماهم في وجوههم من أثر السجود السفلة ذلك مثلهم في التوراة. فعمر الآن يحترق بنار جهنم. أنا أقول اللهم لعن عمر بن الخطاب، الله عز وجل ينزل عليه صاعقة من صواعق جهنم تحرقه أكثر. اعذروني اليوم إن ارتفعت نبرات صوتي وطاشت كلماتي وهاجت مشاعري، فإن في قلبي حرقة لا تطفئها بحار الدنيا. دعوني أغضب لله غضبة لعل الجبار يحرم بها وجهي على النار ويحشرني في زمرة أولئك الأخيار. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. رحمك الله يا أبا الحسن، فلكم وقفت في وجوه الطاعنين. بل كان أبو بكر أعق يعني عاق، كان والله أحسد قريش كله. شتم الناس أبا بكر الصديق فوقف علي مناديا لا تسبوا أصحاب محمد. ما يرضى أن واحد خسيس مثل عمر لعنة الله عليه. شتم الناس عمر الفاروق فوقف علي مدافعا لا تسبوا أصحاب محمد. عائشة كانت تفعل كذا وكذا 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 وكذا، يعني شوفوا أم المتسكعين. طعن الناس في عرض رسول الله فوقف علي شامخا لا تسبوا أصحاب محمد، لا تسبوا أصحاب محمد. يعني واحد الآن لما يقول عمر كل ماكو مشكلة حسب القرآن. أيها الرجل اسكت. حسن تعلق بي واحتل وجداني وأترف العين من. لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله في هؤلاء. واحتل وجداني وأذرف العين من دمع كهتان لكم شجاز في حزنا وآلمني وأضرم النار من وجدي. الشيخ حسن الحسيني يصحبكم مع هذا الإصدار الصوتي والذي هو بعنوان الصديقان وآل البيت عليهم السلام.